تاريخ الكتابة يعود إلى آلاف السنين، حيث يعتقد أن البشر بدأوا بتطوير أنظمة الكتابة للتواصل وتوثيق الأحداث والمعرفة. من أقدم الأنظمة المعروفة الكتابة المسمارية، التي ظهرت في بلاد ما بين النهرين، العراق حالياً، حوالي 3400 قبل الميلاد، وكانت تستخدم لنقش الرموز على ألواح طينية والكتابة الهيروغليفية، التي ظهرت في مصر القديمة حوالي 3200 قبل الميلاد، واستخدمت لنقش الرموز على جدران المعابد والمقابر والأوراق البردية. والكتابة الصينية يرجع تاريخها إلى حوالي 1200 قبل الميلاد، وكانت تستخدم لنقش الرموز على العظام والسلاحف كوسيلة للتواصل مع الآلهة. والأبجدية الفينيقية، التي ظهرت حوالي 1050 قبل الميلاد في منطقة لبنان وسوريا الحالية، وتعتبر الأساس للعديد من الأبجديات الحديثة. تطورت الكتابة على مر العصور، وانتشرت بفضل تقنيات مثل الطباعة في القرن ال15، مما ساعد في نشر المعرفة والثقافة عبر العالم.